كتير من الناس بيجوا العيادة وبيسألوا إن هم يختاروا الحشو الأبيض ولا الفضي، وأكيد السؤال ده مهم لأن اختيار نوع الحشو مش بس مسألة شكل، لكن كمان له علاقة بالعمر الافتراضي، التحمل، وحتى التكلفة. في الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل عن الفرق ما بين الحشوات، مميزاتها وعيوبها، وإمتى نستخدم كل واحدة فيهم، فتابعوا الفيديو للنهاية عشان تاخدوا قراركم وانتوا فاهمين. أولا الحشو الأبيض. الحشو الأبيض أو اللي بنسميه كومبوزيت ريزن هو نوع حشو حديث بيتكون من مادة بلاستيكية مدعومة بجزيئات زجاج. الحشو ده بيتميز إن لونه شبه لون الأسنان الطبيعي، وده بيخليه مثالي جدا للأسنان اللي بتظهر لما بنبتسم أو بنتكلم. مميزاته انه شكله طبيعي جدا ومش باين انه حشو، خصوصا في الاسنان الاماميه. بيتلزق في السن باستخدام بوندنج اللي هي ماده لاصقه، فمش بنحتاج نشيل كتير من السن زي الحشو الفضي. ومن مميزاته برضه ان هو بينفع في الحشوات الصغيره والمتوسطه، وبيتركب في جلسه واحده غالبا. من عيوبه ان هو مش بنفس قوة الحشو الفضي في الاسنان اللي بتضغط جامد زي الضروس الخلفية. ممكن يتصبغ او يتغير لونه مع الوقت بسبب الشاي والقهوة والتدخين. عمره الافتراضي بيبقى اقصر شوية، ممكن يقعد ل5 ل7 سنين بالتقريب. تكلفته طبعا اعلى من الحشو الفضي في معظم الاماكن. ثانيا الحشو الفضي او الامالجم. هو نوع قديم لكنه لسه بيستخدم لحد دلوقتي في اماكن كتير، خصوصا في الحشوات الكبيرة او الاسنان الخلفية. من مميزاته ان هو متين جدا وبيتحمل الضغط والمضغ لفترات طويلة. عمره اطول من الابيض، ممكن يوصل ل10-15 سنة، وطبعا ارخص من الحشو الابيض، وبيستخدموه كتير في الضروس الخلفية خاصة اللي عند الاطفال او في الحشوات الكبيرة. من عيوبه ان لونه واضح جدا، وده بيأثر على الشكل الجمالي حتى لو في الضروس الخلفية. بيتطلب ازالة اجزاء اكتر من السن عشان نثبته كويس، وممكن يسبب تصبغ رمادي في اللثة جنب مكان الحشو. في ناس بتخاف منه عشان بيحتوي على نسبة من الزئبق، لكن الدراسات الحديثة بتقول ان هو آمن تماما. تعالوا نعمل مقارنة ما بين الحشوين عشان تعرفوا كل التفاصيل بتاعتهم. اول حاجة هنعمل مقارنة من حيث الشكل. طبعا الابيض بيبقى طبيعي وجمالي، والحشو الفضي بيبقى ظاهر طبعا ولونه فضي. بالنسبة للقوة فالحشو الابيض بيبقى اقل شوية من الفضي، الحشو الفضي قوي جدا. العمر الافتراضي فالحشو الأبيض بيقعد من 5 ل7 سنين، الحشو الفضي ممكن يقعد لغاية 15 سنة. السعر طبعا الحشو الأبيض بيبقى أعلى شوية من الحشو الفضي. مناسب لمين؟ الحشو الأبيض بيبقى مناسب للأسنان الأمامية أو أي سن باين في البق واحنا بنضحك واحنا بنتكلم. أما الحشو الفضي بيبقى أكتر للضروس الخلفية الكبيرة، الحاجات اللي مش باينة، لأن هو جماليا مش أحسن حاجة. طيب نختار ايه؟ القرار بيعتمد على اكتر من عامل. لو الحشو في سن ظاهر قدام، الافضل ان احنا نختار ابيض عشان الشكل الجمالي. لو الحشو في ضرس خلفي بيتحمل ضغط كبير، ممكن الفضي يكون انسب. لو الميزانية محدودة الفضي ارخص. لو المريض صغير او سنانه لسه مش كاملة، نفضل الابيض عشان ما نشيلش من السن الطبيعي كتير. واحيانا كمان المريض بيختار حسب رأيه الشخصي او ارتياحه النفسي. طب هتسأل نفسك هل ممكن أغير نوع الحشو بعدين؟ الإجابة أيوة، ممكن تشيل حشو قديم وتستبدله بحشو جديد، بس لازم نشوف الأول حالة السن وهل محتاج علاج إضافي ولا لأ. كمان لازم نتأكد إنك بتتعامل مع دكتور متخصص ومستخدم مواد آمنة ومعقمة. وساعات كتير الناس بتيجي تغير الحشو لما يبدأ إن هو يغير لونه ويوجعها، ده معناه إن في تسوس تحت الحشو، فبيغير الحشو ويشيل التسوس، وبدل ما هو كان فضي مثلا يغيره اللون الأبيض، وهكذا. في شوية أسئلة شائعة تعالوا نجاوب عليها. هل الحشو الأبيض بيتكسر بسهولة؟ لا مش بسهولة، لكن في الحشوات الكبيرة أو لو السن ضعيف ممكن يحصل. هل الفضي بيسبب تسمم بسبب الزئبق؟ منظمة الصحة العالمية بتقول إن نسبة الزئبق آمنة جدا ومفيش خطر طالما الحشو اتحط صح. هل أقدر أختار أنا النوع؟ طبعا، لكن لازم تتناقش الأمر مع الدكتور علشان تعرف المناسب لحالتك. في النهاية كل نوع من الحشوات ليه مميزاته وعيوبه، والاختيار بيرجع لحالتك ومكان السن واحتياجاتك. ما تنسوش تسألوا طبيبكم وتعرفوا الأنسب ليكم. لو استفدتوا من الفيديو اعملوا لايك وشاركوه مع حد ممكن يحتاجه، واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم فيديوهات أكتر عن صحة الفم والأسنان.